السيد وزير العدل المغربي، خصك تمنع شهود الزور في المحاكم، لان كاين الناس كيجيو حدا الباب ديال المحكمه كيوقفوا كيتسناو شكون يدخلهم يشهدوا له الزور، وكيجي الانسان كيدخل واحد الشاهد الزور وكيدخل وكيحط بطاقه التعريف الوطنيه ديالو وكيحلف بالله تعالى على الكذوب على واحد الحاجه اللي ما شافش. شو السيد رئيس المحكمه راه كيشوف كلشي في المحضر. هذا السيد هذا راه هذه الخمسه هو كيشهد، اذا هذا السيد هذا كيشهد الزور. اذا هذا السيد واش فين ما كانت شي مباراه كيكون حاضر؟ ما يمكنش. ديك الساعات خص السيد رئيس المحكمه المحترم يدير خدمته، يتكلم مع البوليس يديروا له المنوط يهبطوه للحبس ديك الساعات نيت. وإلا ما دارش السيد رئيس المحكمه المحترم هذا الشيء هذا، اذا حتى هو كيشارك في الجريمه، اذا ما كيقومش بالواجب الوطني، ما كيخدمش ارض الوطن بالصدق. هذا السيد رئيس المحكمه هذا هو الكلام ديال المعقول، لان الا ما صافتش داك الانسان داك المعني بالامر 5 د المرات هو كيشهد، اذا كيشهد الزور. الا ما صافتوش للحبس اذا كيشجع هاد الناس هادو باش يشهدوا الزور، اذا كيشجع المجرمين. لا سيد رئيس المحكمه اسمح لي، الله يجازيك بخير، خصك دير خدمتك. الانسان عنده 5 ديال الشهادات، اذا هذا كيشهد الزور ديك الساعه تكلم مع البوليس يديوه للحبس باش يخلي العبره لوحدين اخرين. صافي الصلاه على النبي، هذا هو الكلام ديال المعقول. نحن في دوله الحق والقانون. ايها الرئيس، انت سيد رئيس المحكمه المحترم، خصك دير خدمتك، خصك تقوم بالواجب الوطني. راه كتخلصك الدوله المغربيه الشريفه، راه كتاخذ الماندا، راه كتاخذ 2 المليون في الشهر ولا 3 ولا ما عرفتش شحال كتشد. خصك دير خدمتك، الله يجازيك بخير. ما تصرش علينا هاد الشميت هادو اللي كيشهدوا الزور، ما تصرش علينا هاد المجرمين هادو. المجرمين وهاد الناس هادو اللي كيشهدوا الزور كلهم يكونوا كيتواجدوا داخل السجن. السلام عليكم. هذا هو الكلام ديال المعقول. انا الاخوه العزاز اللي بغاني مرحبا به، واللي ما بغانيش كاع لا يبغيني، ما عندش واحد ما يدير ليا. راه ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيدير، ربي هو اللي كيرزق، ربي هو اللي كيحكم، وكلشي بيد الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.